ازيكم عاملين ايه؟ بتكونوا بخير. تعالوا نشوف النهارده هنعمل ايه. الفيديو النهارده عن الكستنه. طبعا في بلاد كتير جدا اللي بيسموها ابو فروه، عندنا في مصر بنسميها ابو فروه، هنا اسمها الكستنه في الامارات، والدول التانية بقى مش عارفه والله مسمياتها ايه دي عندهم في بلادهم. بصراحه دي عندنا اسمها ابو فروه، هي مشهوره بالكستنه. تعالوا بقى نشوف ازاي هنعملها. انا هنا غسلاها، باين جدا ان انا غسلاها. هنجيب البورد بتاعنا. بصوا بقى، دي لازم نقرب لها كده الفيديو ونعمل زوم، نشويها وتطلع طعمها حكايه. اول حاجه هنجيبها الكستنه بتاعتنا، هنقلبها كده على ظهرها وهنعمل فتحه كده اهو، شايفين؟ فتحه كده، وزيها تاني زي حرف الايه، الزائد كده او الاكس. بصوا شايفين؟ هنخلصها كلها بالشكل ده. هتفتحي الكستانه بتاعتك كلها بالشكل ده، كلها بالشكل ده. انا مخلصه حبه اهو مفتحاهم بالشكل ده، شايفين كده اهو، متفتحه كده كلها بالشكل ده. تمام، حلو الكلام كده لحد كده. تمام. تعالوا نشوف بقى الخطوه اللي بعد دي، طريقه التسويه الايه المظبوطه. إريكس، وبعد كده هنحط عليه شويه ملح. الملح هنا هيساعد على التسويه. العسل بقى ده هينقلها في حته تانية خالص، هو اللي هيديها بقى الطعم واللون الذهبي اللي ايه. نغطي بقى العسل كده، نغطي كل واحده كده بالعسل بالشكل ده، هيديها الطعم الذهبي الجميل ده. سوري، اللون الذهبي الجميل مش الطعم. واهم حاجه الميه السخنه، لازم تكون ميه سخنه بتغلي وندخلها الفرن. وتعالوا بقى نشوفها بعد ما تخرج من الفرن شكلها هيبقى عامل ازاي. هتقعد في الفرن يعني من ربع لنص ساعه بالظبط. سخن نار اهو قدامكم اهو، شايفينه فتح ازاي اصلا. بصوا شكله، بصوا مفتح ازاي، سخن جدا. شايفين البخار طالع منه عامل ازاي. هحاول انا افتح لكم واحده. بصوا الجمال، بصوا الجمال، بصوا اللون وجماله، شايفين؟ تحفه. تعالوا بقى ندوق جوه عشان سخنه، اما تهدى كمان هيبقى سهل جدا تقشيرها يعني. لو ناكل ايه ده، ايه الجمال ده. اعمليه حالا لو عندك ابو فروه، اعمليه بالطريقه دي. وما تنسوش اللايك والشير وسبسكرايب للقناه. باي باي.